تاتنفين ما تتلمعي عدي عدي صعري عدي انكو قلبي تشاعت ترسي عدي وليلا هاجر صندوق قرسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا العاشرة مساء بتوقيت أسمر. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأخبار لهذا المساء، معكم في جولتها نور الدين خليفة، وأستهلها لكم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وفد إريتري عالي المستوى يزور السودان. الجالية الإريترية في السودان تحتفل بعيد الاستقلال. مناشط فنية تنتظم باحتفالات عيد الاستقلال. الولايات المتحدة تلغي الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم مع كندا والمكسيك. فرنسا وألمانيا وبريطانيا تسمح لهواوي بالعمل في شبكاتها. وبوتين يتفاخر بسلاح روسي جديد. كان ذلك موجز النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. التقى الوفد عالي المستوى المكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان جبرأب الذي يقوم بزيارة عمل للسودان. التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان وسلمه رسالة من الرئيس إسياس أفورقي. وتضمنت رسالة الرئيس إسياس أفورقي تضامن إريتريا مع شعب وقوى السودان في مسيرتهم للسلام والاستقرار والتطور، مؤكدا عن ثقته القوية لإيجاد الشعب السوداني الحلول الذاتية لقضاياه. وشكر الفريق والعبد الفتاح البرهان في اللقاء الذي جرى يوم 19 من مايو في الخرطوم مبادرة إريتريا، وقدم توضيحا للوفد حول تطورات الأوضاع في السودان. وأكد الجانبان على الاستعداد لإعادة العلاقات الإريترية السودانية إلى وضعها الطبيعي. احتفلت الجالية الإريترية في السودان بعيد الاستقلال يوم 17 من مايو. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في السودان السيد إبراهيم إدريس في الاحتفال الذي جرى في الخرطوم بحضور عدد كبير من المواطنين ومسؤولين سودانيين والدبلوماسيين المدعوين إن احتفالات هذا العام تأتي في الوقت الذي جنى فيه الشعب الإريتري وحكومته ثمرة الصمود والتصدي وتحقيق إنجازات دبلوماسية كبيرة، موضحا الاستمرار في العمل بمستوى عال لتطوير علاقات الشراكة والتعاون في منطقة القرن الإفريقي وبناء علاقات الاستقرار مع الجوار. وأوضح أن احتفالات الاستقلال تذكر إلى جانب الفرحة والابتهاج بأمانة الشهداء وتجديد العهد للتنمية والتصدي. وقال إن مسيرة الصمود قد دعمت الآن أيضا بالصمود، وقد بدأ العمل لصنع المعجزات في التنمية. وهنأ ممثل المجلس العسكري الانتقالي اللواء إبراهيم جابر شعب وحكومة إريتريا بالمناسبة، وأكد على العمل لإيصال العلاقات التاريخية المبنية على أساس صلب بين الشعبين إلى أعلى المستويات. وأوضح المشاركون بأن احتفال هذا العام يعززه تلاشي العدائيات التي أعاقت التنمية المستمرة منذ عقود وانتصار النهج المستقل لإريتريا. وشهد الاحتفال برامج ثقافية فنية وعرضا للصور عن المعمار الجميل لمدينة أسمرة. تنتظم فعاليات فنية في شوارع ودور سينما مدينة أسمرة بمناسبة احتفالات الاستقلال، عكست مسيرة الصمود والتصدي. واشتملت الأعمال الفنية التي يشارك فيها عدد كبير من الفنانين تنوع الشعب الإريتري وتماسكه ووحدته. وأوضحت الأعمال الفنية التي تضمنت الدراما والمسرح التحديات التي واجهها الشعب الإريتري خلال 28 عاما وروح الصمود والتصدي القوي الذي أبداه. كما تقدم الفرق الفنية المصرية والصينية واليابانية عروضا رائعة بمناسبة عيد الاستقلال والتي وجدت الإعجاب والتقدير من المشاهدين. في غضون ذلك اكتملت في 18 من مايو المناشط الثقافية الرياضية التي جرت في مدارس الإقليم الأوسط ضمن أسبوع الاستقلال في المدارس التي بدأت في 9 من مايو. وأوضح مسؤول الثقافة والرياضة في مكتب التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ استيفانوس جبرهواريات
أن البرنامج شاركت فيه 282 مدرسة. احتفل سكان مديرية باراديزو في الإقليم الأوسط في 18 من مايو بعيد الاستقلال بحفاوة كبيرة بنصب خيم أهلية، وقدمت في المناسبة العظيمة التي شارك فيها حاكم الإقليم الأوسط ومفوض الثقافة والرياضة وغيرهم من كبار المسؤولين ولفيف من الجماهير. قدمت كلمات وبرامج وفقرات تبرز معنى المناسبة وتمجد عظمتها. وحفلت المناسبة بعروض للطلاب وتركزت حول الأغاني الثورية والقصائد الشعرية. في غضون ذلك شاركت في تلك المناسبة الفنانة الإريترية الأمريكية تيفاني حديش التي وصلت إلى العاصمة أسمرة في 17 من مايو للمشاركة في الذكرى 28 للاستقلال الجاري، حيث أضفت على المناسبة بطابع أكثر روعة وجمالا. وأدت الفنانة تيفاني لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأن تفقدها في أول زيارتها للبلاد قبل عام مضى للأماكن والبرامج التي تعكس الصعوبات والتحدي التي واجهت النضال الإريتري لنيل استقلاله جعلها تحس بشعور عميق. وعبرت بأن مشاركتها في هذا الأسبوع الاستقلالي الذي يحمل في طياته تاريخا شامخا انتابها مزيج من الشعور بالفخر والاعتزاز الاستثنائي في حياتها. وستعم الاحتفالات التي بدأت بمديرية باراديزو باقي مديريات الإقليم الأوسط في الخيم الأهلية في 23 و24 من مايو ابتهاجا بالعيد الوطني. توفي في 17 من مايو عضو مجلس بطاركة الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية وراعي الكنيسة في شمال وجنوب البحر الأحمر نيافة الأنباء أثناتيوس بعد علاج في الداخل والخارج عن عمر ناهز 76 عاما. وستجرى مراسم تشييع إلى مثواه الأخير قبل ظهر يوم الثلاثاء 21 من مايو في كنيسة القديسة مريم بأسمرة. وخدم الأب أثناتيوس بعد ارتقائه إلى البطريركية عام 2005 في إيطاليا ل9 أشهر وألمانيا ل7 سنوات، وعاد بعد ذلك لبلده وخدم في الغاشبركة ومن ثم في شمال وجنوب البحر الأحمر. أوضح بنك الدم الوطني عن حملة ناجحة للتبرع الطوعي للدم من 15 وحتى 17 من مايو في كلية التجارة والعلوم الاجتماعية. وذكر السيد محاري أبراهام من بنك الدم الوطني أن الوعي الراسخ في الطلاب للتبرع بالدم مكن من جمع 407 وحدة دم خلال 3 أيام. وأفاد مراسل إيرينا أن حملة أخرى جرت في المدارس الثانوية لمدينتي عدقيح وصنعفة. وأكد الطلاب على الاستعداد الدائم لإنقاذ الحياة بالدم الذي يعوض. اندلع حريق في عناغولو بمديرية بارونتو يوم 18 من مايو وأسفر عن تدمير الممتلكات. وأفاد مراسل إيرينا نقلا عن إدارة الضاحية باحتراق 21 من القطاط السكنية ل9 أسر مع كامل ممتلكاتها تشمل 54 كنتال ذرة ومولدا للطاقة الكهربائية بالإضافة إلى أدوات منزلية. وسبب الحريق يعود إلى ترك عود مشتعل في المنزل دون مراقبة. وكان حريق مماثل قد وقع في الضاحية في 9 من مارس لهذا العام. مشاهدينا الكرام، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك، ما يشكل خطوة تسهل المصادقة على اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث. وقال ترامب: توصلنا للتو إلى اتفاق مع كندا والمكسيك وسنبيع سلعنا في هذين البلدين من دون فرض رسوم أو رسوم باهظة. وكانت واشنطن وأوتاوا ومكسيكو توصلت إلى اتفاق جديد للتجارة الحرة في 30 من سبتمبر بعد مفاوضات شاقة استمرت 13 شهرا، ثم وقعته الدول الثلاث في 30 من نوفمبر، لكنه لا يزال يتطلب مصادقتها. وقبيل ذلك أعلن بيان مشترك للولايات المتحدة وكندا التوصل إلى اتفاق لإلغاء رسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن قبل نحو عام.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة إن اتفاق واشنطن وأوتاوا على إلغاء الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم الكندي يشكل خطوة كبيرة نحو المصادقة في الأسابيع المقبلة على اتفاق التجارة الحرة الجديد في أمريكا الشمالية. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده لن تسير على خطى الولايات المتحدة في حظر عمل هواوي بأسواقها بعد يومين من إدراج الولايات المتحدة للشركة الصينية على قائمة سوداء. ومنعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات الأمريكية من استخدام معدات اتصالات تصنعها هواوي، ويعتقد أنها تشكل خطورة على الأمن القومي، وذلك في ظل الصراع التجاري المتأجج بين واشنطن وبكين. وقال ماكرون إن فرنسا ستسمح لهواوي بإقامة البنية التحتية لشبكتها الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس، وأضاف بأنه ليس من مصلحة بلاده أن تبدأ حربا تكنولوجية أو تجارية ضد أي دولة. وقال يوخن هومان رئيس الوكالة الفيدرالية للشبكات الألمانية إن بلاده لن تقصي هواوي من الشركات الموفرة لخدمات الجيل الخامس، مضيفا أنه إلى الآن لا تتوفر أي دلائل على خرق هواوي لقواعد تسيير الاتصالات والأمن المعلوماتي في ألمانيا. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها أضافت هواوي تكنولوجيز و70 شركة تابعة لها إلى قائمة الكيانات الخاصة بها، في خطوة تمنع الشركة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية دون موافقة الحكومة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أنواع جديدة من أسلحة الليزر طورت في روسيا ستعزز بشكل كبير من القدرة العسكرية للبلاد. ومتحدثا خلال اجتماع مع مسؤولين بارزين، أشاد بوتين بالتحديات بيرزفيت، أول سلاح ليزر عسكري يدخل الخدمة الخريف الماضي. وأخبر بوتين المسؤولين أن بعض أسلحة الليزر الجديدة الأخرى قيد التطوير كانت حتى وقت قريب موجودة فقط في الخيال العلمي. وأحدثت روسيا طفرة في التصنيع العسكري خلال السنوات الأخيرة، وقد دشنت العديد من الأسلحة النوعية من بينها صواريخ فائقة السرعة وطائرة شبحية، وبدأت العمل في غواصات نووية متطورة. وتستهدف روسيا تعزيز مكانتها العسكرية كقوة منافسة للولايات المتحدة، كما تضع عينيها على سوق السلاح في العالم والذي تستحوذ فيه واشنطن على نصيب الأسد. أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا ضمن نظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية BDS، وذلك من مركز تشيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان الصينية. وذكر مركز تشيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية أن القمر الصناعي تم إطلاقه على متن الصاروخ الحامل لونغ مارش 3C، فيما يعد القمر هو الرابع في نظام BDS-2. في غضون ذلك، أعلنت مصلحة الدولة الصينية للعلوم والتكنولوجيا إنشاء مركز لمراقبة الأرض بدقة عالية في مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ شرقي البلاد، لتقديم مساعدة لبيانات الأقمار الصناعية في العلوم البحرية والابتكار التكنولوجي. بهذا أعزائي المشاهدين وصلت بكم إلى ختام نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. تحية لكم وإلى اللقاء. وفري تتصنفين مقتلمعي عدي عدي صعري عدي انكو قلبي تشاعت ترسي عدي وليلا هاجر صندق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا